انا مو في المدينه، انا في مراكش بفخاراتهم ومطبخهم اللي ما حد يختلف عليه، باطعم مطبخ والمطعم بتصميم مغربي ولمسات جميله تعيشكم في اجواء مغربيه مره حلوه. والاهم من كده الاكل طبعا يكون لذيذ والعين تاكل قبل الفم. انا في بهجه مراكش في المدينه. وتعالوا خلينا نكمل ونشوف ايش عندهم. بدأت بالمقبلات، زعلوك وتكتوكة هي كده اساميها، وترى مرة لذيذة، طماطم مشوية بتنجان مشوي وشيء مرة لذيذ. والشرب في شوربة الحوت كريمة وسمك، وفي شوربة الحريرة بس شوربتين عندهم. وتسقوا الكسكسو بالمرقة، عاد لا احكي لكم ملك السفرة المغربية. وترجعوا تسقوه مرة ثانية بعد ما تغرفوا في الصحن، وبالهنا والعافية عليكم واستمتعوا. وهذه اسمها بسطيلة. الله اكبر، فيها تناغم ما يزبط بس زبط. حلو على مالح على مكسرات، وتخيلوا حشوتها كلها دجاج وملفوفه برقاق خفيف ويقرمش وشيء مره لذيذ. وانا ترى اول مره اتعمق في الاكل المغربي كده، عشان كده ترى منبهر. وهذه سيكار مفرومة برضو مرة لذيذة ومحشية دجاج بخلطة عجيبة كده ورهيبة. وشوفوا صبة المغاربة حقة المعلمين، لو أقدر كان صبيت من السطوح، أتحمس صبيت الثلاثة كاسات كلها. والصراحة شاي مغربي صح، مو عشان أنا صبيته، لا والله الشاي المغربي كان مرة مظبوط ولذيذ. لازم تاخذوا لكم كوباية كده قبل لا تخرج من المطعم. موقع المطعم بهجة مراكش ابدا ما يضيع في المحمدية الثانية اللي تدخلوا له بالسيارة، ده لا يفوتكم، يستاهلوا كل خير.